قصة بناء الكعبة أو بناء الكعبة مر بكذا مرحلة. خلينا نبدأ بأول مرحلة، كانت إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكعبة المشرفة، الكعبة المحرمة، الكعبة الآمنة، قبلة الناس، قبلة المسلمين. عندها يأمن الخائف، عندها بفضل الله عز وجل تستجاب الدعوات وترفع الدرجات وتغفر الذنوب والسيئات، عندها تقضى الحاجات، عندها تفيض العبرات، عندها يسمع رب الأرض والسماوات كل الأصوات ويستجيب الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فنعود كل واحد فينا قد غفر الله له كل الذنوب والسيئات. يلا نرجع إلى الوراء، عندما الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكان هذا نوع من التجاوز. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. في عتاب قاسي، فراحت الملائكة تطوف حول عرش الله نادمين يلتمسون الصفح ويرجون العفو، حتى وسعتهم رحمة الله وأمرهم الله عز وجل أن يبنوا له في السماء السابعة بيتا ويطوفون حوله كما كانوا يطوفون حول العرش، فبنوا البيت المعمور في السماء السابعة، وسمي بالبيت المعمور لأنه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويطوف حوله 70,000 من الملائكة كل يوم، ثم يذهبون فلا يعودون إلى يوم القيامة. يعني بواقع كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله عند البيت المعمور في السماء السابعة. وتحت البيت المعمور مباشرة وضعت الملائكة أسس قواعد البيت الحرام الكعبة. يعني دي كانت أول حاجة، هذا هو البناء الأول. ممكن نعمل إجمال للبناء، ممكن. البناء الأول بناء الملائكة، البناء الثاني بناء آدم، البناء الثالث بناء شيث ابن آدم وكان نبيا ومعناه هبة الله، البناء الرابع بناء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، البناء الخامس بناء جرهم، البناء السادس بناء العمالقة، البناء السابع بناء قصي بن كلاب جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، البناء الثامن بناء قريش ومعهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 35 سنة، البناء التاسع بناء عبد الله بن الزبير، البناء العاشر بناء الحجاج بن يوسف الثقفي، البناء الحادي عشر بناء السلطان مراد خان سلطان الدولة العثمانية سنة 1039 هجري. ما شاء الله. مش هحسدك. هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. فالملائكة وضعت الأسس الكعبة والقواعد بعد وضع القواعد البيت المعمور، بعد بناء البيت المعمور. هذا يسمى البناء الأول للكعبة اللي هو قواعد الملائكة، وما زالت موجودة حتى الآن. ثم خلق الله آدم وأسجد له ملائكته وجعله في الجنة. هل هي الجنة التي جنة الخلد؟ بعض الناس قالوا ذلك، والأكثر على أنها ليست جنة الخلد بل جنة عالية في مكان مرتفع فيه كل شيء يحتاجه الإنسان، لأن فيها تكليف، افعل ولا تفعل، وجنة الخلد ما فيهاش تكليف. وده الأوقع. مظبوط يا فندم. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا، كلا ولا تقربا، أمر ونهي، افعل ولا تفعل، هو ده التكليف. كمان جنة الخلد لا يوسوس فيها إبليس، كمان جنة الخلد ما فيهاش معصية لأن ما فيهاش تكليف.
فالأدق أنها جنة عالية جعلها الله لذلك، وأكل من الشجرة وأهبط. وإبليس هيبقى فين لما احنا هنبقى في الجنة إن شاء الله يعني؟ هيكون خلص، لأنه الحدث أنه يوم القيامة أن ربنا سبحانه وتعالى هيدخل غير المسلمين إلى النار، معهم إبليس زعيمهم إلى النار، بعد ما يخطب خطبة على منبر من نار يتبرأ ممن تبعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. خطبة جامدة جدا. جدا. أنا ماليش دعوة، الموضوع يخصك، أنا قلت لك بس إيه اللي خلاك تمشي ورايا؟ بالظبط، والموضوع على مزاجك وهواك. هي عاملة زي ما يكون يا فندم ترددات، وانا بظبط المؤشر بتاعي على هو عارف تردد كل حد فينا فين. الله ينور عليك. ده تردد المال، ده تردد النساء، ده تردد المنظرة، ده تردد الغرور، ده تردد المنصب، ده تردد الكذب، ده كل واحد بيظبط تردده ويذهب بقى إلى جهنم ووراه كل من تبعه. فاحنا واحنا في الجنة هيبقى إبليس وأتباعه في النار، ربنا ما يورينا ابدا. امين يا رب. عرفت هيبقى فين يا فندم؟ بتطمني عليه يا فندم؟ بس عايزه اعرف. بتسال عليه انت ليه؟ بتقول انه مش هيدخل ابليس، ملوش علاقه بالجنه، فقلت طب ما هو اكيد قلقت عليه فحبيت تطمني عليه. انا عايزه اشوف بس هيحصل له ايه. لا، على جهنم باذن الله، واحنا اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الجنه باذن الله عز وجل. وربنا اخبرنا انه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، وان شاء الله سيكون يوما رائعا ان شاء الله. واحنا طالعين كده من القبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هيكون يوم رائع لما ناخذ كتبنا بيميننا ونقول هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. هيبقى يوم رائع لما انا رايح ادخل الجنه كده بص ورايا هلاقي ولادي كل ذريتي واحفادي داخلين معايا الجنه، وربنا اكرمهم عشان خاطري، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. فان شاء الله يكون يوم رائع باذن الله. امين يا رب. يوم القيامه ان شاء الله. امين يا رب. نرجع تاني؟ نرجع تاني. طمنت يا فندم؟ طمنت خلاص. فاكل من الشجره وربنا اهبطه الى الارض، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبط الى الارض بعدما تاب الله عز وجل عليه واداله الكلمات اللي يقولها لربنا، فربنا يغفر له. ولذلك من الحاجات الحلوه انت لما تحس انك انت عملت معصيه او قصرت في حق الله عز وجل، قول الكلمات اللي قالها سيدنا ادم، واللي قالها سيدنا موسى، واللي قالها سيدنا يونس، واللي قالها سيدنا النبي محمد لسيدنا ابو بكر، ربنا يغفر لك كل ذنوبك. طب ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات دي في آية تانية في سورة تانية قال سيدنا آدم وستنا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده اللي قاله سيدنا آدم. سيدنا موسى لما قتل وهو لا يقصد قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ادي رقم 2. رقم 3 سيدنا يونس وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفسي أقول للناس كلمة مهمة. اتفضل. القضية مش في النداء، السر والمفتاح في كلمة في الظلمات. لأنه في الظلمات يعني خلصت. ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، يعني الطبيعي انها ايه؟ خلصت. القضية في يقينه، في حسن ظنه بربنا، في ثقته بالله، انه ما انقطعش الامل رغم ان كل الاسباب انقطعت، رغم ان كل الابواب اتقفلت، رغم ان كل المسالك اتسدت، لكن هو عنده يقين ان فرج ربنا اقرب ما يكون. صحيح. هنا السر في الظلمات. لأن لو تلاحظ حضرتك أنا لو شلت كلمة في الظلمات الآية مش هتتأثر. بدأ نشيل كلمة في الظلمات فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك. إيه رأيك؟ ماشي. إنما في الظلمات اديتني قيد مهم قوي.
لما تتقفل الابواب ان السكك كلها مقفوله. ايوه، بس باب ربنا مفتوح. هو ده الكلام. اليقين. الظلمات. هو أيوة. اليقين يغير الله كل ينور. شيء في الدنيا. بس خلي بالك اليقين امتى؟ مع السعي والعمل. ايوه. وقفلت. في اللحظه اللي خلاص انا اتبعت كل السبل وماليش غيرك بقى يا رب. بس كده. عملت اللي عليا وانت في ايدك كل شيء. الله يكرمك. ده اللي قاله سيدنا يونس، وربنا نجاه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هي دي القضيه. سيدنا النبي قال لسيدنا ابو بكر، ده الدعاء الرابع بقى. سيدنا ابو بكر بيقول له انا عايز دعاء اقوله صباحا ومساء. سيدنا النبي بيقول لسيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر يعني افضل اقول ابو بكر دي سنه. ابو بكر رقم واحد بعد كل الانبياء والمرسلين. ومع ذلك سيدنا النبي يقول له قل صباحا ومساء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ابو بكر ده بعضنا لو قرأ له ايتين قرآن بيبقى حاسس انه خلاص بقى ولي من اولياء الله. يا جماعه لا، نفوق. الاربع ادعيه دول انا محتاجهم صباحا ومساء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يا ريت نكتب الادعيه دي ونقولها صباحا ومساء. مفتاح خير، مفتاح سعاده، مفتاح بيقين. بركه، مفتاح بركه، مفتاح مغفره. طبعا لازم تتقال بيقين. فنزل سيدنا آدم باكيا حزينا إلى الأرض، فنزلت الملائكة. سيدنا جبريل قال له إنها هنا بيتا لله ابني. فسيدنا آدم رفع بناء البيت. ده البناء رقم دي الخطوة الثانية. البناء الثاني. وعاش سيدنا آدم وحصل ما حصل بين ابني سيدنا آدم. وبعدها وتلاحظي حضرتك إنه ربنا ابتلى معظم الأنبياء في أولادهم. أشد ابتلاء. يعني سيدنا آدم ابتلي في ولده، سيدنا إبراهيم ابتلي في ولده، سيدنا نوح ابتلي في ولده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أولاده ما عاش منهم غير السيدة فاطمة وعاشت بعده 6 شهور. رسالة إنك خلي رقم واحد في عمرك وحياتك ودنيتك وأنفاسك ربنا. صحيح. ما تعيش فقط لأولادك. ما تخليش حب الدنيا هو الأساس. لأنه بعض الناس يا أستاذة لمياء ولاده إن شاء الله يعمل إيه لا إيه ده ربنا والرسول الأول وبعدين نفسك وبعدين ولادك. ربنا اغفر لي ولوالدي. ولذلك ربنا يتكلم عن الأولاد، مرة يقول زينة، مرة يقول فتنة، مرة يقول عدوا لكم فاحذروهم. عشان نخلي بالنا يا جماعة رقم واحد عشان تعيشوا عشان تسعدوا. مش هنسيب ولادنا بس بلاش فقط ولادي فقط، لا ربنا الرسول نفسك ولادك وتعلم وتأدب وتهذب وتربي وتجوز وكل حاجة، بس ربنا والرسول الأول. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله. اوعى ركز، اوعى فقه الأولويات ده عشان خاطرك انت، عشان لو حصل من حد منهم حاجة ما تقعش. صحيح. تبقى متماسك. في بعض الناس يا فندم بيتنفس نفس ولاده، لا اتنفس نفس دينك. طب نوصل للمرحلة دي ازاي؟ رقم واحد ربنا يا هانم. لو ابني بينادي عليا وربنا بينادي عليا هروح لربنا طبعا. انت فاهم؟ هو كده نبدأ نوصل كده. ابني اول حاجة في حياته بعلمها له ربنا. الصلاة اخبارها ايه؟ عبادتك لربنا ايه؟ قيمك اخبارها ايه؟ وقف معاه وقفة قوية جدا عشان ان ربنا رقم واحد. وانا لما بعمل كده انا بحافظ عليهم لان انا خايف عليهم. ده نقطة مهمة جدا. فحدث ما بين ولاد سيدنا آدم، وبعدين ربنا رزقه بشيث شين يه ث معناها هبة الله. هبة من الله عز وجل. وكان نبيا تقيا عاقلا حكيما. بعد موت سيدنا آدم كمل المسيرة وبنى البيت. احنا بنتكلم في آلاف سنين بتعدي. ده البناء رقم كام؟ رقم 3. تقادم الزمان وجه بقى أنبياء وجه سيدنا إدريس وجه سيدنا نوح وآلاف السنين عدت على فين؟ يعني تم بنائها لمرحلة معينة بس وما كملش. ما كملش.
وبعدين تهدمت. مش كده وبس، محيت المعالم، اختفت سنين، آلاف السنين. سيدنا إدريس وسيدنا نوح وأنبياء وجه حاجة كده كتير جدا جدا، لحد ما جه مين؟ سيدنا إبراهيم. عارف إن فيه هنا بيت، ولذلك لما ودى ابنه إسماعيل المكان قال لحد دلوقتي لسه ما فيش حجر أسود، لحد دلوقتي لسه ما فيش هو بس زمزم، الحاجات البناء الهيكل العادي الاساسي بس، بس. ولا استاره عليها. تمام. لحد ما جه ساب سيدنا اسماعيل والسيده هاجر. مش السبب الغيره زي ما الناس بتقول، السيده ساره غارت من السيده هاجر فطردتها هي. لا 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 لا. تلاحظي حضرتك انه لما سيدنا ابراهيم ساب السيده هاجر وابنها في صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء ولا السيده هاجر تعلقت بركابه. فبتبص في وشه الست لما تبقى ذكيه يا فندم، مش جوزها بيكح هيموت تقول له اجيب لك شويه ميه، لا بقى تقوم يغسلوه. طب ما هو طب ما تجيب له ايه؟ تجيب له ميه يشرب. ما تسألوش. انا قصدي ايوه طبعا، انا قصدي تكون الست ذكيه وفاهمه ده جوزها. وتقعد تقول له رد عليا اجيب أيوة لك ولا ما اجيبلكش. لما يقول لها اعلن الشهاده بس. عايشه معاه بقالها 20 سنه ولسه بتساله، لا حول ولا قوه الا بالله. فمان فبصت على عينه لقيته بيبكي. ما قالتلوش انت سايبني هنا ازاي لا لا لا، قالت له الله امرك بهذا؟ فاشار براسه ان نعم. قالت اذا لا يضيعنا، منهج حياه، لا يضيعنا، لا يضيعنا وهي ست لوحدها. وبرضه ده اساسه اليقين. طبعا يا فندم طبعا، لا يضيعنا وفي وسط صحراء جرداء، تبص يمين صحراء شمال صحراء، في كل حته صحراء. فجاء سيدنا ابراهيم بعد عنهم وجا متداري في الجبل كده وجا رافع ايديه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من إيه؟ من الثمرات. يا عيني على ارزقهم من الثمرات، منهج حياة. لأنه صحراء جرداء لا فيه زرع ولا فيه ناس. إيه اليقين اللي أنت فيه ده يا إبراهيم؟ ايه القوة اللي انت فيها دي؟ والثمرات، اصل ربنا ما عندوش مستحيل. انت طبعا. يا غلبان هو اللي انت اللي عندك صحيح. انا يا اغلب من الغلب اللي عندي مستحيل. ان مع ربنا لا. اصحى وفوق كده والزم غرزك واعرف حدك. مع ربنا ما فيش مستحيل. معايا فيه ابو المستحيل انا، انما مع ربنا لا. وانا هطلب من ربنا والله العظيم. وهيجي منين بقى؟ وانا لسه هتعب؟ لا، من الثمرات، يعني ثمرات وجاهزه والحد عندي ما هو رب الأرض والسماوات. صحيح ونعم بالله. فضيلة الشيخ، واحنا داخلين على أيام مباركة وأيام جميلة وأيام فيها كرم ورزق وخير من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام عند ربنا سبحانه وتعالى، والعمل الصالح فيها أكيد ليه مليون ألف حساب. والبني آدم اللي بيسارع بعمل الخير، اللي بيسارع بأنه يعمل أضحية، اللي بيشارك في أي عمل ممكن يكون فيه أي حد محتاج، ليه أجر وثواب كبير جدا. احنا الأيام دي يا فندم احنا في أيام أعظم أيام تمر علينا في عمرنا، أعظم من أيام العشر الأواخر من رمضان. لأنه الأيام اللي احنا فيها دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. فلا بد لكل واحد فينا يبقى له عمل صالح بيعمله يكتر فيها من الأعمال الصالحة. ومن أعظم الأعمال الصالحة الزكوات والصدقات وإطعام الطعام وذبح الأضحية، والحجاج بيذبحون الهدي، والناس بتصوم، وإفطار الصائم، وجبر الخاطر، وقضاء المصالح، والتيسير على المعسر، ودي لأسيادنا الفقراء فلوس عشان يجيبوا هدوم جديدة لأولادهم، فالكل يبقى فرحان. من أعظم ما يكون احنا في أعظم كل أيام يتراضى بالظبط، كله يبقى مبسوط وكله سعيد وكله فرحان. وده أعظم ما يقربني من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ده يخصك. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. افعلوا الخير فعل متعدي، ليه؟ لعلكم تفلحون. فمن من أعظم الأعمال اللي تقربني دلوقتي، في كتير من الناس بتصوم. يا سلام لما أعمل أشارك في مبادرة إفطار صائم مع جمعية البر والتقوى،
ما أجمل إن أنا أشارك معاهم في كرتونة الخير، ما أجمل إن أنا أطلع صدقات في هذه الأيام، لأنه أجرها مضاعف. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من أعظم ما يكون إن أنا أنفع الناس، يحبني ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله، ولا سيما في الأيام اللي احنا فيها دي، سرور تدخله على مسلم. فرح اللي حواليك، افرح وفرح اللي حواليك. الأيام دي افرح إن ربنا سبحانه وتعالى طول عمرك، غيرك مات. افرح إن ربنا سبحانه وتعالى اداك الفرصة إن أنت تعمل حاجة، اداك الفرصة إنك إيه؟ تعمل خير، تتصدق، تساعد حد، تقف جنب حد، تقضي حاجة حد. عارفة حضرتك إن الحياة رحمة؟ يعني بمعنى ربنا في آخر سورة الملك، آخر سورة تبارك: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أهلكني يعني موتني، في مقابل موتني أحياني. قل يعني سياق الآية يقول إيه؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو أحيانا فمن يجير. لا، قال أهلكني أو رحمنا، فدل على أن الحياة رحمة. كل يوم بتفتح عينيك ونفسك شغال وجسمك أجهزته وقادر تمام، تقول يا رب، وقادر تعمل خير، وقادر تصلي، وقادر تصوم، وقادر تطلع زكاتك، كل أعمال الخير، فهي فرصة عظيمة من عند ربنا. كل ده رحمة. ولذلك ربنا خلقنا على 360 مفصل بيشتغلوا. يعني أنا لما بصحى الصبح كده وأجي أي من مكاني، 360 مفصل في جسمي اشتغلوا. كل مفصل من دول محتاج صدقة أتصدق بها لله شكرا على إن المفصل شغال. غيري صاحي من الصبح على ألم ومعاناة ووجع، أنت صاحي كويس، فأنت لازم تشكر ربنا على المفاصل اللي شغالة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وربنا خلق الإنسان على 360 سلامة. فالصحابة قالوا: يا رسول الله ومن منا يجد الصدقة؟ يعني الأساس إن أنت كل ما بتنفق مال على الفقراء أنت بتتصدق على نفسك. صحيح. طب اللي مش لاقي خالص، معهوش فلوس، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. يبقى الغني يتصدق بالمال، وأسيادنا الفقراء يتصدقون بالذكر والتسبيح، والاثنين يتصدقون بصلاة الضحى، ركعتين يسدوا 360 مفصل.